النهاردة عملت الجلاش بطريقة جميلة، كل واحد فيهم كان عايز طريقة، اللي عايزها محشية واللي عايزها سادة. فنفعتني الصواني الصغيرة دي في ان انا اعمل لكل واحد اللي هو عايزه. اول حاجة عملتها بالكريمة ان انا جبت على البارد كوباية لبن وحطيت عليهم معلقتين كبار من الكريمة الخفق او الكريم شانتيه او ويبنج كريم. وكمان حطيت عليهم كيس فانيليا. وكمان حطيت معلقتين كبار من النشا، كل ده على البارد. وكمان معلقتين سمنة عشان بتديها نعومة كده وطراوة تبقى حلوة قوي. وكل ده بتقلبيه على البارد. وبعد كده بتنزلي بقى على البوتاجاز وتقلبيه كويس لغاية ايدك فيه، اهم حاجة ايدك فيه لغاية لما يلف معاكي، ما تخلوش مكلكع. انا عايزاه يكون ناعم وطري خالص. بصوا بالمنظر ده، بصوا عامل ازاي. هي دي الحشوة بتاعتي، تبقى في منتهى الجمال. وبصوا السمنة كمان مش باينة فيها، وبتدي طعم حلو قوي. وبعد كده بقى بتجيبي الصواني الصغنونه بتاعتك الحلوه دي على قد كل واحد عايز حاجه. ورحت دهنه القاع بتاعها، واستخدمت في الصينيه دي 6 رقات، 3 تحت و3 بين الحشو يعني و3 فوق. وبين كل واحده كنت بدهن. وبعد كده نزلت بقى بالكريمه بتاعتي في النص كويس كده. يعني انا عملتها زي شبه فطيره يعني. وبعد كده بقى بتقفلي عليهم، انت بقى بتحطي كمان 3 رقات تاني على الوش. وبرده بين كل واحدة وواحدة عشان تورق وتدي طعم حلو. وتدهني برضو بنفس المنظر. وبعد كده بقى بتبتدي بعد ما بتخلصي ال6 رقات بتقفليهم بقى راق راق، او عايزة تقفلي كله مع بعض وتقفليه مرة واحدة. ممكن برضو مفيش اي مشاكل، هي مش يعني هي هتطلع النتيجة واحدة على فكرة. بس كده، بس طبعا احنا هنا بنزود السمنة علشان بس ايه زي تطلع طبقاتها تكون مورقة زي ما انتم شايفين. ورحت انا بقى قافلة الطبقتين التانيين بالمنظر دوت. وبعد كده بقى كنت مجهزة واحدة على قد الصينية، يعني واحدة جلاش رق واحد على قد الصينية عشان اقفل بس بيها الوش ما بيبقاش بالمنظر ده، عشان لما اطلعها تبقى شكلها زي ما انتم شايفين. بس كده بصوا. وبعد كده بتدهنيها، بتسويها وبعد كده تدهنيها وتقطعيها قبل ما تدخليها الفرن. طبعا هي ميزة ان كل واحد لو عايز حاجة بتبقى بسيطة، بتعملي كذا صينية يعني. لفة الجلاش عملت لي كذا واحدة، عملت السادة وعملت اللي هي محشية زي الفطير دي. ودخلتها بقى بالمنظر دوت. واول ما خرجت شربتها من العسل بتاعها. وطبعا العسل معروف ان انا بستخدم كوبايتين سكر على كوباية مية، وبحط معلقة صغيرة من عسل الجلوكوز وعصرة من الليمون. وتسيبيها بس مش هتكمل 10 دقايق. هي دي مقادير العسل بتاع الجلاش. وبص منظرها عامل ازاي، والله العظيم ما تفرقيها عن الجاهزة. وكانت روعة، وطبقاتها وطعم الكريمة كانت روعة. الكريم شانتيه كمان اداها طعم حلو قوي في النص. ورحت عامله اللي هي دي بقى سادة، وعملتها عادية. كل طبقة ما عملتهاش زي ده فيها حشو، عملت طبقات وكل طبقة بين التانية دهنتها طلعت بالجمال ده. ايه رأيكم بالله عليكم؟ بجد تستحق التجربة. انت كمان قومي اعملي اللي ولادك نفسهم فيه. باي باي.